بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله في الفيديو ده هنتعلم حاجة جديدة في الغسالة الزانوس الام 2 اللي قدام حضراتكم دي. مشكلة الغسالة دي يا جماعة إن هي أو صاحبها بيشتكي إن الغسالة بتتأخر في التشغيل. يعني الغسالة طبعا إحنا بنديها برنامج وبندوس على زرار الباور، فبتغيب جدا على اللمبة ما تنور زي ما حضراتكم شايفين كده وتبتدي اللوك يقفل. فبتاخد او الموضوع ده بياخد اكتر من 40 ثانية بالتحديدا، يعني زي ما حضراتكم شفتوا كده حوالي 3 او 44 ثانية. ده طبعا مش في المعتاد. المفروض لو اللوك سليم الغسالة بتشتغل في غضون 5 ثواني بالكتير خالص. فاحنا ان شاء الله بإذن الله هنفك اللوك ده ونغيره ونشوف هل الوقت ده هيقل معانا ولا هيفضل زي ما هو. فحضراتكم لو أول مرة تتابعوني يا ريت تتفاعلوا مع القناة وتدعمونا بلايك وشير علشان يصل لحضراتكم كل الفيديوهات القادمة إن شاء الله. الغسالات الزانوس الام 2 دي يا جماعة بتبقى غسالات معمرة جدا جدا وبتتحمل معانا يعني سنوات طويلة طويلة يعني جدا جدا. بنجيب اللوك الجديد وبنوصل نفس الأطراف زي ما كانت واصلة في اللوك القديم بنوصلها في اللوك الجديد، ونبتدي نركب اللوك تاني زي ما فكناه بالظبط. بنظبط فتحتين اللوك على فتحتين المسامير ونركب العظمة بتاعتنا زي ما كان اللوك راكب بالظبط القديم. زي ما حضراتكم شايفين كده بنمسك اللوك من الداخل ونظبط فتحات المسامير على الفتحات اللي في البودي ونركب القطعة البيضة دي ونركب كاوتشتنا زي ما كانت ونبتدي نجرب الغسالة. كنت نزلت لحضراتكم برضو قبل كده طريقة اختبار اللوك التلاتة طرف، وكنت نزلت لحضراتكم برضو لو احنا حابين نعمل قفلة على اللوك بتاع الغسالة ال18 ده. هي بيبقى فيها 3 اطراف، طرف ازرق وطرف بني وطرف اسود. فاحنا لو حبينا نعمل قفلة علشان نجرب نشوف المشكلة في اللوك ولا في حاجة تانية، او نقدر نحدد اذا كان العطل في اللوك ولا لا، بنوصل الطرف الازرق مع الطرف الاسود. لو الغسالة اشتغلت معانا يبقى المشكلة كانت في اللوك، بنغير اللوك والغسالة بتشتغل معانا تمام. بنبتدي ان احنا نركب الكاوتشة بتاعتنا زي ما كانت راكبة بعد ما غيرنا اللوك. كنت نزلت لحضراتكم برضو على القناة قبل كده طريقة عمرة البلي للغسالة الزانوسي ال18 اللي قدام حضراتكم دي. لو حد حابب يشوف الفيديو هيلاقيه على القناة. وان شاء الله باذن الله هنجرب بعد ما غيرنا اللوك وهنشوف الغسالة هتشتغل بعد كام ثانية. شوفوا حضراتكم كده بعد 3 ثواني بالظبط ابتدت ان الغسالة تشتغل وتستقبل البرنامج بتاعها واللوك يقفل في 3 ثواني. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا كده في البداية الغسالة كانت بتشتغل او اللوك كان بيقفل بعد 40 ثانية. فالمشكلة دي طبعا لو الغسالة اتأخرت في التشغيل بتبقى مشكلة لوك يا جماعة. بنغير اللوك والغسالة بتشتغل معانا تمام. طبعا دي كانت حلقتنا النهاردة، حلقة قصيرة وانتوا عارفين طبعا انا ما بحبش اطول على حضراتكم. يعني رجاء ان انتوا تكونوا استفدتم منها، وادعو الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.